السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الأخبار هي منذ الأمس لهذا اليوم أخبار كثيرة، منها لقاء السيد إلهام أحمد والمظاهرات اللي نحن شاهدناها في مدينة السويداء، والنداءات للأمم المتحدة ولدول الجوار بوجوب فتح ممر ورفع الحصار على السويداء، ولقاءات وجهاء وعشائر وقادات مجلس الدير العسكري ومجلس مدينة الدير الزور المحلي مع الجنرال مظلوم عبدي. طبعا أنا رح بلش في فقرة لما كنت أنا أطلب من الناس عدم التحريض، وعلينا نكون نحن واعيين ومسؤولين على الكلمة التي نحن نقولها. اليوم من يجد في نفسه أن الإدارة الذاتية الديمقراطية وأن الشعوب وأبناء هذه المنطقة في إقليم وشمال شرق سوريا هم معنيون في أمنهم وسلامهم، لابد هذا الاعتناء أو هذا الحرص منهم على أبناء هذه المنطقة لابد أن يترجم في أحاديثهم اليومية، سواء عبر مداخلاتهم على السوشيال ميديا أو عبر منصاتهم في كافة المواقع السوشيال ميديا، سواء كان تيك توك أو اليوتيوب أو الفيسبوك. طبعا هذا الكلام لن يفهمه أحد. عندما كنت أنطلق من قاعدة أنني أنا لا أحرض وأنني أنا أستقبل الجميع ولا بد أن نسمع آراء بعضنا البعض، وحتى وإن كان هناك مخالفين لنا بالفكر، وأن الأولوية للطرف المخالف للإدارة الذاتية. عندما كنت أقول هذا الكلام ليس من باب أنني أنا معجب بانتقاداتهم أو معجب بهم إطلاقا، وليس حتى من باب الدعم، لأن لا أعتقد أن هناك الدعم سيأتيني من هذه الفئة التي تعارض الإدارة الذاتية. وعندما أطلق كلام أن الأولوية للطرف المعارض، لا أعتقد أن المتشددين بمناصرة الإدارة الذاتية سوف يدعمون هذه المنصة، فإنني هنا من باب الدعم خسرت الطرفان. إن كنت سأبحث عن دعم لابد أن أنا ألعب على الوتر القومي وأن أضحك على عقولكم أنتم بالخطابات الرنانة الفلتانة والتي ليس لها أي وجود لا على طاولة المفاوضات ولا على الأرض. لكن إيمانا منا على أهلنا وعلى إدارتنا وما يقولونه، فنحن ننطلق من هذه الأسس والقيم. نعم، نقول ادعموا بمعنى تقوى المنصة، نقول بأن تقوم بالمشاركة بهدف أن يصل صوتنا لأكبر عدد من الناس. وعندما نقول التكبيس على الشاشة بمعنى أن تقوى المنصة أكثر وأكثر. فلا أحد يخطئ معنا الحساب، لا أحد يخطئ معنا الحساب في هذه النقطة. أعتقد في كل شيء تكلمت به كان يحدث هناك في يوم الثاني أو يوم الثالث حدث ما. أمس التقى وجهاء ومشايخ العشائر والقبائل في الدير الزوري والرقة، قادات مجلس الدير العسكري وقادات مجلس الدير المحلي والمجلس العام مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية، وعلى رأسهم الجنرال مظلوم عبدي والسيدة فوزة يوسف التي هي لها رئاسة أو المشاركة في الحوارات، ما بدي أقول مفاوضات، حوارات مع الحكومة السورية وغيرهم من المسؤولين. كان الاجتماع هو أولا تأكيد والتزام
العشائر والقبائل في المنطقة بدعمهم لقوات سوريا الديمقراطية، للدعم قوات سوريا الديمقراطية في ملاحقة خلايا الرايات السود وتوطيد الأمن والاستقرار لهذه المنطقة. هذه كانت رسالة لكل من يراهن على الفتنة. نعم، هناك من يعمل لأجل فتنة، وهناك من يعمل لأجل إثارة الفتنة بين المكونات المنطقة. وللأسف البعض على السوشيال ميديا لا يهمه ما يجري على الساحة، فقط أنني أنا أخاطب جمهور معين من الناس ولا يهمه أرض الواقع. هذا الاجتماع أو هذه الجلسة مع الجنرال مظلوم عبدي كانت لها عدة رسائل. أولا، لكل من يشكك بالعرب الموالين لقوات سوريا الديمقراطية. نعم، هناك عرب غير موالين لقوات سوريا الديمقراطية. طبيعة الحال العشائر الموجودة في المنطقة يعني عائلة واحد تجد الولد منضوي لقوات سوريا الديمقراطية، وأخ الآخر كان في الرايات السود، والأخ الآخر يراهن على ما يسمى بأحمد الشرع، وإلى ما هنالك. يعني عندما نقول أن عشيرة الفلانية مؤيدة لنا، لا نعني هنا أن كل العشيرة هي تؤيدنا، والعكس صحيح. عندما نقول بأن أحد من أبناء هذه العشيرة توالي أحمد الشرع، فلا يعني أن كل هذه العشيرة توالي أحمد الشرع. عموما كنا نقول عندما نقول بأن على سبيل المثال لا الحصر أن عشيرة العقيدات توالي وتدعم وهي مع قوات سوريا الديمقراطية، هنا لا نقصد أن كل هذه العشيرة جميع أفرادها موالين لقوات سوريا الديمقراطية، لكن أيضا عندما تجد أهبل أحمق من هذه العشيرة يوالي الرايات السود، هذا لا يعني أن كل هذه العشيرة توالي الرايات السود. هذا ظلم وإجحاف بحق هذه العشيرة. فهذه النقطة الثانية. وعليه سيكثر البيانات الوهمية الافتراضية من لا يوالون قوات سوريا الديمقراطية، إنهم سيتبجحون أنهم يمثلون هذه العشائر. طيب، أنهم يمثلون هذه العشائر، وبالتالي تخرج عنهم بيانات وكلمات وهم في خارج أوروبا، في خارج البلد، يعني خارج دير الزور. القوة أين؟ أنا هنا أتحدث الآن في فقرة القوة بالردود، جايك على الواقع. القوة أن يكون لك أهل الأرض، العشائر، شيوخها ووجهاؤها، أن يكونوا بالصوت والصورة. أمس بالبيان قرأت عليكم بيان العشائر الذي صدر، كيف أنهم مع قوات سوريا الديمقراطية، وكيف أنهم يخاطبون من هم جالسون في أوروبا. يقولون لهم عندما قالوا لهم أين كنتم أنتم يا من أنتم تجلسون في أوروبا في الفنادق وتتبجحون بأنكم تتكلمون بأسماؤنا، أي بأسماء العشائر، أين كنتم أنتم عندما كانت المنطقة مستباحة من قبل الرايات السود؟ أين كنتم أنتم عندما كانت نساؤنا تسبى؟ أين كنتم أنتم عندما كانت مشايخنا وشيوخنا يضطهدون وأطفالنا وشبابنا يقتلون؟ أين كنتم أنتم؟ إنما جاءت قوات سوريا الديمقراطية وحمت وحررت هذه المنطقة. هذا البيان القاسي الذي أنا قرأته لكم في الأمس بحق هؤلاء الصعاليك المتبجحون أنهم أبناء عشائر في أوروبا، كيف أن مشايخهم على الأرض أذلوهم، مش أذلوهم،
أسقطون تبجحهم أنهم والله أبناء عشائر. نعم، أبناء العشائر من هو محترم يحترم، لكن من يتطاول على من قدم تضحيات لأجل أمان المنطقة واستقرار المنطقة وحماية كل أبناء المنطقة لا يحق لك أن تتطاول عليهم. فهذا البيان كان موجود. نعم، يبدو أن حكومة أحمد الشرع استسلمت للواقع، أن لا هناك مجال، لا هناك إمكانية، استحالة أن نستطيع كوزارة الدفاع، هذا إن وجد بأفضل الحالات، يعني إن سلمنا لهم أن هناك ما يسمى بوزارة دفاع في سوريا. قد وصلوا إلى قناعة وإلى إدراك بل وإلى يقين أنه غير ممكن مواجهة قوات سوريا الديمقراطية عسكريا. هذا الأمر يسقط من أجنداتهم، من خططهم. ليش؟ لأنهم يدركون جيدا في مواجهة مع قوات سوريا الديمقراطية سيحتاجون إلى الشهور والشهور والشهور، ولن يستطيعوا أن يحققوا أي نجاح، لأنهم سيواجهون قوة عسكرية منضبطة مؤمنة بمشروعها الإنساني، مشروعها الديمقراطي، بمشروعها الذي فيه قيم إسلامية، قيم دينية، كل الديانات السماوية وكل المعتقدات الموجودة. فهم يدركون هذه الأمور، وعليه فيما لو حدثت هذه المواجهة فإننا ذاهبون إلى ملحمة وليس معركة، ملحمة. ماذا تعني كلمة الملحمة؟ ملحمة بمعنى كسرة الدماء واللحم، أي جثث. ولن يستطيع أحد أن ينتصر على الآخر، سيكون الخاسر الأكبر في هذه الموقعة وهذه الملحمة التي أنا أستبعدها. سيكون الخاسر الأكبر في هذه الملحمة ليس الشعب، لا، سيكون الجغرافيا السورية. جغرافيا السورية ستكون أكبر الخاسرين. فمن يهمه ومن يهتم ومن حريص على الجغرافيا السورية يجب عليه أن يسقط من أجنداته ومن ذهنه ومن عقله ومن تفكيره ومن أحلامه ومن أمنياته ومن قلبه بمواجهة قوات سوريا الديمقراطية عسكريا، لأننا عندها لن نكتفي فقط بالدفاع عن أبناء هذه المنطقة، لا. والتركي يدرك جيدا ما يفكر به ذاك الجنرال وتلك القيادة السياسية، يعرفون جيدا فيما لو منحوهم الحق. أنت ليش؟ بأي وجه حق؟ عوضا أن تأتي وتتكلم، يا أخي سلاح إنسان، تشوف إبليس بالجنة ما بتشوف قسد يسلم سلاحه. هي النقطة لا تفكر فيها. عوضا أن يكون هناك حديث عن سلاح قوات سوريا الديمقراطية، يجب أن يكون هناك حديث عن كيفية استفادة من هذا الهيكل الموجود الذي هو أعظم وأشرف وأنبل من هيكلكم العسكري. يجب أن أستفاد من هذا الهيكل العسكري الموجود. قوام هؤلاء المقاتلين فوق 120 ألف مقاتل مدربون جيدا أمنا وعسكرا وقتالا وتدريبا، سنوات وهم يخوضون أشرس المعارك، سواء ضد الجيش التركي أو سواء كانوا بيتسلوا بالجيش الوطني تسلاي. هذا الجيش الوطني ما بنحسبهم مقاتلين، هذول مرتزقة.
فرقة واحدة منها يعني تكفي. قوة الجيش الوطني كان الجيش التركي يعني. ليش نحن كان مشكلتنا مع الجيش الوطني وكان مع الجيش التركي؟ لا، التركي، الطائرات التركية، المسيرات التركية، الدبابات التركية، صواريخ التركية، الراجمات الصواريخ التركية، المخابرات التركية. هنا كانت المشكلة معهم، مش مع هذول طايحين الحظ، هذول السوريين، هذول المرتزقة اللي بيطلعوا على دبابات تركية وجايينكم هذول. نعم. فقوات سوريا الديمقراطية كانت تستفسل بالدفاع حتى ضد الشكل. كان الاسم كان إبراهيم الهفل. المقاتلين كانوا مثل اليوم، يعني مثل اليوم. مقاتلين من كانوا؟ مقاتلين إبراهيم الهفل، أبناء العشائر. ما كانوا أبناء عشائر، كانوا شيعة حرس الثوري الإيراني وضد بعض من شبيحة الأسد، جماعة الدفاع الوطني. لكن انتم بس اطلقوا عليهم اسم ابناء العشائر، مثل اليوم بالضبط. اليوم بالضبط ما حصل مع السويداء، جابوا كم طيح حظ انه والله هني ابناء العشائر، لكن هذا الجمهور 4-10 بتصدروا لك المشهد انه هن ابناء عشائر. ما تبقى ما خلفهم كلهم من عناصر شيشاني، على باكستاني، على افغانستاني، على تركمانستاني وغيرهم، لابسين القلابيه. شو بدك تميز بالكاميرا يعني انه شو انه هذا من وين؟ نفس الخطة. وعليه ان حتى قوات سوريا الديمقراطية استطاعت ان تستبسل بالدفاع عن المنطقة ضد الحرس الثوري الإيراني الذي لا يستطيع أحد أن ينكر بأن هؤلاء مقاتلون يفقهون بالقتال، يعني مقاتلون أيضا متدربون. فعوضا أن يكون الحديث الاستفادة من خبرات قوات سوريا الديمقراطية لتوطيد الأمن على كامل الأراضي السورية، ما حديثكم أنتم اليوم بين حين وأخرى أما أن تسلموا السلاح أو عفوا أو أن تأتوا إلينا صاغرين، أو أن تسلموا السلاح، أو تندمجوا مع وزارة الدفاع على مستوى الأفراد. أو على مستوى الأفراد، وهذا لن يكون. هذا لن يكون. هل هناك وزارة دفاع بسوريا؟ هل هناك وزارة دفاع بسوريا؟ في شخص اسمه مرهف أبو قصرة، في شخص وضع نفسه رئيسا على سوريا. هل الشعب وافق عليه؟ لا. هو رئيس مرحلة انتقالية. كيف هو الرئيس مرحلة انتقالية وكيف هذه حكومة مؤقتة وتريد منا أن نكون نحن نندمج بهذه وزارة الدفاع؟ ما أيضا الجيش صار مؤقت. غير ما نحن نروح الدول اعترفت به. نعم الدول تعترف به، الرئيس المرحلة الانتقالية، الرئيس المرحلة الانتقالية. في كل مفاوضات قسد والإدارة الذاتية سواء مع النظام السوري أو حتى مع النظام الحالي، سبحان الله، يعني كلاهما وجهان لعملة الواحدة في الخطاب الكلامي في المفاوضات. يعني يعتقدون أن هؤلاء عشاق المناصب، يعتقدون أن الطرف الآخر أي قوات سوريا الديمقراطية وطرف الإدارة الذاتية الديمقراطية أنهم عشاق المناصب. أخي تعال نعطيك نائب الرئيس. أنا أقول لكم عرض على جنرال مظلوم عبدي أن يكون قائد لرئاسة الأركان، رفض. القضية ليست قضية مناصب، القضية ليست قضية مناصب، إنما قضية إيش؟ قضية حقوق. المشكلة قضية مش قضية فلوس، إنما قضية ناموس. غير ما نروح شو شكل الحكم من الدولة، عفك حط رئاسة الأركان، حط مين بدك يحط، نحن ما بيهمنا المناصب، لا يهمنا المناصب. قصر مبروك عليكم قصر. شرف لنا أن نكون عمال كل حبلى المهندسين النظافة بروجافا. شرف لنا أن نكون نحن عمال في البلدية، أن نكون نحن مختارا أو رئيسا في القصر. بكل صراحة يعني أنتم إلى هذه اللحظة لا تفقهون ولا تفهمون ولست وعاجزون عن فهم
أبناء هذه المنطقة وعلى رأسهم الكردي. الكردي لا يأتي ليحاججك عن المناصب. المنصب اللائق بحقنا بأن نكون نحن خدم لشعبنا هذا هو المنصب الذي الجميع يتطلع عليه ويسألون الله سبحانه وتعالى الشهادة على هذه الخدمة لهذا الشعب. ما راح فوت بالخطابات وما راح فوت بكلام، لكن يعني لا يضر بين ناحية وأخرى أن نذكر ما هي طبيعتنا، كيفية تعاملنا مع الأطراف، لنثبت نقطة. أولا، نحن لسنا أهل مناصب. أنكم أنتم نعم صحيح قضيتكم قضية فلوس وليس ناموس، أما قضيتنا ليست قضية فلوس، قضية ناموس السوري يعني بشكل عام والقضايا الموجودة. وعليه أن الرهان على أن تجعلوا من قوات سوريا الديمقراطية كما أنتم تريدون فهذا ليس لكم. نعم، لابد أن يكون هناك اتفاق، وسيكون هناك اتفاق، سيكون هناك اتفاق في قريب العاجل. كيفية هذا الاتفاق، كيفية الدمج لن يكون كما أنتم تريدون، وهذا الكلام ليس من باب التحدي وليس من باب الاستفزاز. أنا ما أحب لغة الاستفزاز، يعني حتى بالمفاوضات بس التلاسن اللي صار بين جنرال مظلوم عبدي وأحمد الشرع وتوماس براك باجتماع الأخير صار واللي ما اتفقوا، وكانت سيدة إلهام أحمد موجودة يعني باستثناء هذه النقطة. لكن ما تبقى كان دائم هذا اللقاء كان جو جدا مشحون يعني. وقد عرف جيدا التركي والأمريكي والسوري أن هؤلاء القوم المسمى قوات سوريا الديمقراطية وأبناء هذه المنطقة لن يتنازلوا. كنا ذاهبون إلى ما لا يحمد عقباه لولا تدخل الفرنسيين. الفرنسيين تدخلوا في المسألة، وألا يعني أن تلاحظوا في اجتماع الأخير اللي خرجنا نحن منه وقلنا نحن ذاهبين من منطقتنا، إن كنتم قادرون أن تأخذوا سلاح القسم فتفضلوا. راجعوا بيان الحكومة السورية أثناء خروج وفد الإدارة الذاتية أو وفد قوات سوريا الديمقراطية والعودة إلى شعبهم وناسهم. نشروا بيانا تحريض على قوات سوريا الديمقراطية وأن هؤلاء يريدون تقسيم سوريا وأن هؤلاء يريدون الفيدرالية وإلى آخره. ستعطى اللامركزية وحذاؤك فوق رأسك. اللامركزية ستأتي إلى سوريا وحذاؤك فوق رأسك. أصلا سوريا الآن لا مركزية، الآن سوريا لا مركزية، لا تخلونا نحن. أنا دائما نقول لك يا أخوان ما بيصير، عموما نحن بنقول يا أخوان ما بيصير، نحن أولاد بلد واحد، في مفاوضات، في حوارات، لا تتبجح. أحد الأخوة اليوم سألني الصبح قال لي شو فرق بين سفينة تايتانيك وأحمد الشرع؟ استغربت صباحا استغربت، فكرت ما بصراحة قلت قال لي عجزت. قلت له عجزت شو الفرق؟ اسمع الجواب. قال الذين ركبوا على أحمد الشرع أكثر بكثير من الذين كانوا في سفينة تايتانيك. وفهمكم كفاية، بتطلع هيك مزبوط. فمن هو يركب عليه ليلا نهارا لا يستطيع أن يفرض شروطا على السوريين. ما تقدر. أنت على السويداء ما قدرت، كل حب أهل السويداء،
ليس من تقليل من شأن أهلنا الدروز، لا والله، لا والله، لكن من باب هذه العنجهية التي يتكلمون بها هذه الحكومة حتى على العلويين. الآن أنتم بتعرفوا يا أخواني الكرد شو قصة 30 يوم؟ قضية 30 يوم تعرفوا شو معناها؟ راح أبين لكم اليوم شو قصتها. راح أحكي لكم اليوم شو سر قضية 30 يوم و20 يوم. يا كر ما تقول 30 يوم، قول 30 يوم و 10 أيام، ضيف عليها زائد 10 أيام. نحن بنعرفها، بس احلم تكون حلمان. راح احكي لكم شو قصة قضية شهر والى اخره، وذكروني فيها بكره ذكروني فيها. حتى العلويين ما فوق اجرامك وقتلك واستباحك لدمائهم وكل مبيقاتكم ما قدرت تحل مع العلويين. السلاح فشل بأن تفرض المركزية عليهم، وبعد هذه المهلة ستكتشف أنكم أنتم فشلتم بفرض أنفسكم بالبندقية على العلويين. جايكم بالكلام، أنا جايكم بالكلام، ما راح تسمعوها غير مني، وبكرة بتذكروني فيها. لا مو بكرة تذكروني فيها باب تحدي يعني، لكن أنا يعني أقدم لك الواقع كما هو يعني، إلا إن تغيرت الظروف يعني، هذا بحث آخر. ما سياسة كل يوم عم تتغير يعني. طيب تيجي بدك تفرض المركزية على القوات السورية الديمقراطية وعلى إدارة ذاتية ديمقراطية. أنت مو قادران ترفض المركزية على حلب، على حمص، لكن هن شاطرين بالإعلام، بيحاولوا يغطوا على فشلهم، يغطي على فشلهم مش بالسويداء، لا، يحاولوا يغطوا فشلهم على إدارتهم لدمشق ولحمص بأن يوجهوا الأنظار إلى قوات سوريا الديمقراطية وإلى العلويين وإلى الدروز. أنت ما عندك مركزية الدولة، ما في عندك مركزية الدولة، على أي أساس ستفرض؟ لذلك أقول إن لا مركزية قادمة وحذاءك فوق رأسك، وإلا هذه التهديدات التي نحن نسمعها تحريض على قوات سوريا الديمقراطية بالقتال والحرب، قلتها لكم أمس وأعيد وأكرر المقولة. هذه التهديدات والوعود بالحرب علينا، نحن نقول لكم هذه الحرب نحن نشتاق لها ولا نريدها، نشتاق إليها ولا نريدها. نشتاق إليها لأن هذا الشوق يتعلق بما سيترتب عليه من بعد هذه المواجهة. كم نحن مشتاقون لها، كم نحن نتمناها، لكن لا نريد هذه المواجهة لأننا أيضا سنخسر كما أنتم ستخسرون. نحن نحترم دماء أبنائنا ونحترم تضحيات شعبنا، نحن ما مثلكم، أبناؤنا وشبابنا غاليين علينا، تاج راسنا هدول، مو مثلكم. عقولة سيدي الهام أحمد، جماعة الصفيرة، بيب 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 يلا اجتمعوا، يلا ها يلا ونروح، وتجيب لك كر وتطلع على الكر، ويلا بالحروب تطلع على الكر وتروح تحارب. سيدي الهام أحمد عردكم قالت هذول مو أهل فزعة، هذول أهل فتكوني في سكة. مزبوط ولا لا؟ ما لاحظتوا شو حكيت؟ هذول مو شو هذول أهل فزعة، لا هذول أهل فتك بيب توهم الجيش وين؟ نروح نحارب، بيطلعوا على الكر وراحوا ورجعوا جثثهم. طبيعة الحال أنت جحش، أنت بغير بتعرف تحارب. أنا بعرف حارب يعني، مو أنا، الأخوة اللي ما حاملين بندقية، نحن نعرف نتكلم، نحن نعرف نعري الطرف الآخر. بس أنت والله يا جحش إنه لعبوا عليك، اشتغلوا عليك أهل السنة والجماعة، وحنا ونحرم على حالنا نشرب فنجان القهوة. عمرينك ما تشرب فنجان القهوة، عمرينك أصلا، عمرينك. لكن لا نريد
أصلا القهوة اللي كنتوا تشربوها تبينت أنها قهوة ما فيها شرف. هي القهوة اللي كنتوا تشربوها، لأنه كل هالمآسي اللي صار بالشعب السوري وبالشعب الفلسطيني ما تحرك فيكم أعقال، ما تحرك ديماغي. معناها ان هذا القهوة اللي كنتوا انتم تشربونها هي مغشوشة. كنتم ترتشفون قهوة او بنا بلا شرف. البن بلاش، ما عنده شرف، كان انتم اصحابين الشرف. فهذا البن كان عم يخدركم. عقولات البيان: أين كنتم أنتم يا من تدعون أنكم أبناء قبائل وعشائر العربية، يا من تقيمون في فنادق في أوروبا؟ أين كنتم أنتم عندما كانت المنطقة تستباح من قبل رايات السود؟ أين كنتم أنتم عندما كانت المنطقة أو رايات السود تسبي نساءنا أي نساءهم؟ أين كنتم أنتم؟ أين؟ أنا بقول لك وين كانوا. كان رد على أهلنا وناسنا، يعني هذول كانوا بالباريهات بالنوادي الليلية بعد 12 بيطلع أنا حبل عشيرة، والثاني بيطلع بيقول لك، بيجي لعندي بيقول لك أنت ليش بقول بدك كردستان الكبرى؟ ها؟ أنت ليش تحكي اللغة العربية؟ أنت ليش تحكي بعربي؟ أنت مانك كردستاني؟ طالعين من بارات وطلع الجيستات. بيتذكروا واحد بيتذكر مع عدم التشبيه، يعني اسمهم قربونا في كرموش باليوني، تروحون فدوى لهذا الكردي كمان. حتى هذا الكردي إذا سكر بتلاقيه ما يتخلى عن وطنه. حتى شوف الفرق، يعني الكردي حتى لو كان سكران طيب بيطلع بيجي بيقول لك انه انا مع دولتي وانتمائي الى دولتي. بيجي بالعكس بيشوف واحد كردي بيحكي باللغه العربيه بيقول لا احكي كردي. علمت؟ عكس هذاك الثاني الطايح الحظ. عموما ما راح يطلع من شو اسمه. ف تهويلكم ووعودكم الفارغة، أنتم من لم يستطع نصرة أخوانه لا يستطيع أن يأتي ويقول نحن نحرم على أنفسنا ونحن أهل العشائر. أنتم أهل صفيرة، أبناء صفيرة. بتمنى من اليوم ورايح تسموه أبناء صفيرة، أبناء العشائر، كل حب واحترام لهم، موجودين في قوى سوريا الديمقراطية. حتى اللي معارض لقوى سوريا الديمقراطية أنت عيني، أنت الذي معارض لمشروع قوى سوريا الديمقراطية أنت عيني، لكنك أن تمارس هذه المعارضة بالكلمة. لك الحق لا أن تحمل البندقية وتقتل المدنيين لتضع في رقبة قوات الأمنية. هذا ليس لك. هون طيح حظك. علمت؟ طيب، إذا كان حكومة أحمد الشرع قد عرفت وعلمت وأدركت جيدا أن لا مواجهة عسكرية مع قوات سوريا الديمقراطية، وأنهم غير قادرون بأن يفرضوا على قسد، بل وإن مظلوم عبدي مع حفظ الألقاب، إن مظلوم عبدي أخرج القرار السياسي من دمشق إلى الدول الإقليمية والدول الأوروبية. استطاع الجنرال مظلوم عبدي إخراج القرار السياسي من قصر الجمهورية. يا أخي بيروح بيشوف التركي على قولات زاغروس. جنرال مظلوم عبدي بيروح على القصر بده يستنى ساعة لحتى يجي دوره، حتى كمان هو يركب على المهم. بيروح بلاقي فيه 1000 واحد قاعدين وراكبين على حكومة أحمد الشرع بقصر الجمهوري. علمت؟ وأن هذه الحكومة غير قادرة أن تفرض المركزية على قوات سوريا الديمقراطية. ما هو الحل؟ هل هؤلاء في هذه السهولة سوف يستسلمون؟ هل هؤلاء سوف أتصاغر خلاص يا زلمة اجى القصر وركب عليكم ورجع؟ المهم حاشا جنرال مظلوم دي وحاشا أهل القصر. يا أخي لا تستفزونا بالكلام. حاشا جنرال مظلوم عبدي وحاشا أهل القصر. كويس؟ بس ما تستفزني بالكلام لأني في قادر أطيح حظك أنت ورئيسك. خلاص احترمك. أنا صار لي ساعة نقول يا أخي من
من ليس مع قوات سوريا الديمقراطية، مع مشروع قوات سوريا الديمقراطية، هو عيني شريطة أن لا يحمل البندقية ويقتل الناس. خلص احترم، بدك تقلل الأدب أمسح الأرض فيك، ما حدا يحذره. أي كتم بس. فما شو هل هذه الحكومة سوف هكذا بهذه البساطة تستسلم؟ لا، سيلتجئون إلى شراء زمن من بعض أبناء القبائل. أنا بلشت حديثي وقلت أن في العشيرة واحدة، لا أستطيع أن أدعي وأقول أن كل العشيرة يوالون قوات سوريا الديمقراطية، ما أكذب. هناك من نعم غالبيتهم، غالبية أبناء هذه القبائل نعم في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، لكن ليس الكل. القلة القليلة، الشرذمة القليلة البقية تجدهم أما مع رايات السود، أما مع أحمد الشرع، أما مع الجيش الحر. وإن أتيت ستجد أن من هو في الرايات السود يكفر الجيش الحر ويكفر ويزندق أحمد الشرع. من هو موالي لأحمد الشرع، يعني هي الشرذمة القليلة البقية، يعني يكفر جماعة الرايات السود. يعني حتى هن ثلاثتهم منهم متفقين إعلاميا، على أرض الواقع لا هن متفقين، على أرض الواقع هن متفقين، وهذا أيضا لا ينطلي علينا. فهؤلاء هذه الفئة الغير منضوية أو لا توالي مشروع قوات سوريا الديمقراطية، هؤلاء قد نشهد لهم عمليات لأجل ضرب السلم الأهلي، لضرب الأمن وضرب الاستقرار في المنطقة. لا أستبعد هذا الأمر، لا أستبعد حقيقة الآن، لا أستبعد هذا الأمر، لأنهم هؤلاء أمس أول شو اليوم كان يوم السبت، شو اليوم قبل أمس دراجات نارية بالليل يخرجون، ما بتعرفون يطلعوا وبرشوا على الحواجز الموجودة، فيضطر قوات الأمنية أن يردوا على مصدر النيران. اليوم الاثنين تمام، فيضطر القوات الأمنية أن يرد على مصدر النيران وأن يتم ملاحقاتهم. نعم هذا يحدث، قد يزداد في الفترة القادمة، قد يزداد. نعم أصلا من 2025 لهذا الشهر، الشهر السابع، الخلايا الرايات السود، نعم أنا أقول هذا الكلام من باب أن ينتبه كل أبناء المنطقة، مش من باب أني أنا أزرع الخوف، لا، لكن عليكم تنتبهوا. رايات السود، خلايا السود، خلايا النائمة، قامت ما يقارب 141 عملية، 141 عملية. والآن هناك اتفاق ضمني أمني بين رايات السود وبين، قد أقول قد، انتبه، قد، وقد يحتاج التحقيق في أن يحدث هذه الفرضية أو لا، أن يكون هناك اتفاق مبطن ما خلف الكواليس بين أحمد الشرع وهؤلاء رايات السود لضرب أبناء هذه المنطقة واستقرار هذه المنطقة. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. والبيانات، يعني كل عملية بيقوموا فيها رح يصدر بيان، نحن أبناء مدري إيش وإيش وإيش وإيش، الفزعة، أهل صفيرة وإلى آخره. انتبهوا. فهذه الفقرة انتهينا منها، واضحة المسألة. وعليه جاء هذا الاجتماع، الجنرال مظلوم عبدي وأبناء ومشايخ ووجهاء العشائر في شباب كبسولنا على الشاشة. ما حكيت لكم، أنا بس حكيت، ما راح أقولها، الفقرة الأولى خلصت أنا. كبسولنا على الشاشة ودعمونا هي المنصة وحققونا الهدف، الله يبارك فيكم. جاء الاجتماع الجنرال مظلوم عبدي مع وجهاء ومشايخ، وجهاء معروفون، مشايخ معروفون وإلى آخره، جميعا معروفون، ما حد قادر يشكك بهؤلاء المشايخ يعني. أما من هو مقيم في الخارج خلاص قالوها لكم الشيوخ ووجهاء، لا يحق لكم التكلم بأسماؤنا،
قالوها لكم. فمن وجدتم أنه مقيم في الخارج ويريد أن يتبجح ويتكلم بأسماء العشائر الموجودة على الأرض كان خطابه تحريضا، اطردوه. هيك طلبوا منا أبناء العشائر، وهيك طلبوا منا شيوخ العشائر. هذه المسألة انتهت.